ليه تشتريه مع انك تقدري تعمليه بمقادير سهله وفي كل بيت؟ تعالى اقول لك على الطريقه. عندي كوبايتين دقيق ابيض وعندي كوبايتين رده. الرده هوريها لكم دلوقتي، لازم تكون رده بيضه او فاتحه، وتكون ناعمه جدا عشان تقدري تعملي بيها العيش السن وتقدري تعجنيها، لان لو خشنه مش هتنفع معاكي. تمام. ولو غامقه برضك مش هتنفع معاكي. عندك معلقتين سكر، وعندك معلقه خميره كبيره، لان العيش رغم ان كميه الدقيق قليله، العيش ده بيحتاج كميه خميره كبيره، وبيكنج باودر، ورش معلقه صغيره، ورشه ملح، ومعلقه خل. تمام. معلقه صغيره ملح، ومعلقه خل كبيره. كل ده احنا بنعمل تحسين للدقيق، لان انتوا عارفين ان الرده ما فيهاش عرق، فانت لازم تعجني فيها بكميات كبيره، فلازم تحط لها حاجه تكون محسنه ليها. تمام. بتبتدي ان انت تعجني بميه دافيه مايله للسخونه عشان خاطر تقوي الخميره. بتبتدي ان انت تحطي العجينه زي ما انت شايفه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بتبتدي تحطي الميه شويه بشويه، وخلي بالك ان الدقيق ده مش بياخد ميه كتير. الدقيق ده لو حطيتي ميه وغرق مش هتقدري تظبطيه الا لما تحطي له ميه دقيق ورد قد بعض. تمام. هتبتدي بقى تلميها الاول بالمعلقه، وبعدين هتبتدي ان انتي تعجني بايدك. الطريقه سهله جدا، العجينه مش مستاهله منك غير بس ان انتي شويه مجهود شويه في العجن. تمام. اهي هتبتدي بقى تحطي بقى الميه كمان، وتعجني بقى زي ما انت شايفه. والطريقه سهله جدا، والعجينه حلوه جدا، بس هي مشكلتها ان انت لازم تعجني شويه كتار لحد ما تبقى عجينه ما بتلزقش، عجينه تحسي ان هي متماسكه. يعني مش هتلاقي زيها لا العيش البلدي ولا العيش الشمسي بنفس النشفان ده. بصي يعني تحسي ان هي ناشفه قوي، ولكن هي طريه جدا، بس ما فيهاش لزوجه، يعني ما بتلزقش ابدا زي ما انتم شايفين. هتحط شويه زيت، لاني يعني برب تلزق، ولكن انا متاكده ان هي مش هتلزق، ولكن انا حطيت نقطه زيت قليله جدا. تمام. هسيبها تخمر. يا ترى المده اللي هتخمر فيها هتاخد مده اطول من العيش البلدي والعيش الشمسي. يعني مثلا لو العيش الشمسي او العيش البلدي هياخد ساعه في الشتاء، هي هتاخد ساعتين، لان العيش دوت بياخد وقت كتير في الخمره، لانه العجينه تخينه والرده تخينه، فمش بتخمر بسهوله زي ما انتم شايفين. خمرت. تمام. علة الضعف اوعى تفتكروا ان هي معلش، لا هي علة الضعف. هتبتدي ان انت تمسكيها زي ما انتم شايفين، تقطعي القطعه ديت. هصغر منها لان القطعه دي كبيره، هكورها زي ما انتم شايفين كده. تمام. وهحطها في الصينيه وهسيبهم تخمر. اهي يا جماعه اللي انا شلتها حته رده خشنه. تمام. عشان تخلي بالكم. تمام. هتبتدي برضو ان انتي تقطعي كده وتكوري وتسيبيها في الصينيه. لازم تغطيهم على طول مباشره وتسيبيهم يرتاحوا، مش تقولي مثلا هفرد على طول، لا، في كل مره لازم تريحيهم. والعيش ده بالذات لازم يتريح زي ما انتم شايفين كده. اهي خلصتهم كلهم زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. الكميه دي من كوبايتين الدقيق وكوبايتين الرده. هتبتدي تغطيهم، عامله فيه الكبير وعامله فيه الصغير، مش هقول لكم كلهم حجم واحد. غطيهم بقى وتعالي نشوف هنعمل ايه. سبتهم حوالي ربع ساعه، انا ما كترتش يعني. كان عندي طبقين في الحوض، رحت غسلتهم بسرعه وجيت. عندي بقى الحاجه اللي هفرد عليها الرخامه بقى، الكيس اللي قدامكم دوت، المفرش اللي انتوا عندكم افردوا عليه على الطبليه لو قاعده قدام الفرن. هتبتدي بقى ان انت تعملي زي ما انت شايفه كده، تجيبي يمين وشمال وشمال ويمين، وتفردي كويس جدا في العجينه. العجينه سهله الفرد. عاوزه اقول لكم والله العظيم سهله جدا. انت لما بتحطي عليها رده من فوق بتخليها تتفرد معاكي بكل سهوله، ولانها ارتاحت بتتفرد برضك بكل سهوله. عاوزه اقول لكم ان العجينه دي حلوه قوي بجد بجد بجد. يعني لو عملتيه كل يوم مش هتتعبي منه. طعمه في منتهى الجمال، احلى من بره بكتير. اقسم بالله احلى من بره بكتير. انا عاوزه اقولك ان الاطفال ما بتحبش العيش السن. انا اولادي يمكن ما لحقوش يطلعوا من الفرن خلصوه من طعمه وجماله. كده حاف، يتاكل كده حاف. يعني انا بنتي صغيره كانت عماله تاكل فيه كده من طعمته ومن جماله. بصوا بقى الرغيف، بصوا الجمال اهو، من غير تعب ومن غير اي مجهود. هتفرديه تاني لو انت عاوزه. انا عملته رفيع ما عملتوش تخين، وده بايدك تعمليه رفيع او تخين. لو انت عاوزاه يبقى مليان كده ومالي نفسه هتخليه اتخن من كده. تمام.
وما تخافيش من الفرد، الفرد سهل جدا لو عندك نشابة طبعا، واي طريقة تفردي بيها. ده لو بعصاية المقش هتفردي. تمام زي ما انتم شايفين اهو. هغطيه واسيبه يخمر. كل رغيف هحطه دول هحطه دي الحطه دي هحطها تحت رد، لكن اللي بعد كده هحطه تحت قماشه. تمام، لان لو هو اتحط على الصينيه على طول هيلزق في الصينيه. زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا اغطيها، لا ضروري اغطيها. تمام، هعمل لكم واحد تاني. انا بقول لكم اهو لازم احط رده من فوق. تمام، وافردي بقى شويه بايدك وشويه بالنشابه بتاعتك او بالمفرده بتاعتك الفراده. وابتدي بقى ان افرديها زي ما انت شايفه كده بالطريقه اللي تعجبك. يمين بتروح معاكي وشمال، يعني هي في كل الجهات العجينه مرتاحه بجد، مرتاحه وحلوه. تمام، وخدت بقى خمرها زي ما انتم شايفين. انا مرضتش اقطع من الفرد، ومرضتش اني انا يعني مرضتش ان اقص او يعني اسرع في اللقطات دي، علشان خاطر تشوفوا الطريقه الصح. عشان ناس كتير بتشتريه مع انه هو في البيت انضف واحلى بكتير، وانت واقفه هتخلصي كميه حلوه. لو انت عاوزه تضاعفي الكميه هيبقى كوبايتين دقيق. انا حطيت كوبايتين دقيق وكوبايتين رده، هيبقى 4 دقيق و4 رده. كل ما تحطي في الدقيق حطي قده بالظبط رده. في الخميره لازم تكتري الخميره، يعني كيس خميره. بعد كده كل ما تعلي كيس ونص لحد ما تشوفي الكميه اللي انت عايزه تعمليها. بصوا بقى الرغيف حلو ازاي. هبتدي ان انا زي ما انتم شايفين بقى انا عملت الكميه دي كلها. بصوا لسه في من تحت بقى. كل دي طبقات على فكره. هم حوالي 18 رغيف، 18 رغيف من كوبايتين الدقيق زي ما انتم شايفين كده اهو. هبتدي بقى ان انا خلاص هسيبه يخمر عشان احطه في الفرن. هسيبه يخمر ربع ساعة. انا مش هحطه كتير، هحطه على النار على يعني مستغطي ربع ساعة. وهبتدي وهي كمية تاني. انا عاملة كمية كبيرة جدا، بقول لكم 18 رغيف من كوبايتين الدقيق وكوبايتين الردة. تعالوا اهو خلاص هو خمر كده. تعالوا بقى نحطه في الفرن. بصوا بقى انا حطيت كميات. بصوا بيعلى ازاي، بسم الله ما شاء الله. ابتدى يتنفخ. هوريهولكم واحدة واحدة، مش هضيع لحظة منكم. بصوا ابتدت تنفخ وتعلى. الفرن لازم تكون درجة الحرارة عالية جدا. انا بخاف من درجة الحرارة العالية، بس تقلي قلبك وخلي درجة الحرارة عالية. بصوا بقى العيش بقى ازاي. بصوا بعدها بشوية ابتدى ينتفخ تاني لحد ما هوريهولكم هو بيعلى. بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله. انا مسحه على فكرة الفرن دي كويس جدا، مسحاها كذا مرة بالمية. بصوا بقى ابتدى يعلى ازاي. بسم الله ما شاء الله. عيش سن يستاهل ان انت تعمليه. بصوا بقى شكله في الاخر، اللهم صل على النبي. يعني انا عاوزه اقول لكم ان ديت نص الكميه، النص التاني اتاكل وهو طالع من الفرن. يعني بقيت اقول لهم طب عشان التصوير، عشان الناس مش مصدقني. في اللي قب وفي اللي ما قبش، وفي اللي قب وارتاح بعد كده، لان انت بعد ما بيطلع ويبرد بيرتاح. بصوا شكله جميل ويستاهل وبطريقه حلوه جدا. بصوا هوريهولكم من جوه. بصوا انا عايزه اوريهولكم بس هو منفوخ. تقدري تعملي منه سندوتشات للعيال، تقدري تعملي له منه اي حاجه انت عاوزاها، تحشيها جبنه فلاحي وخيار وطماطم وتاكلي احلى عيش سن. لو عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك مع السلامه.